عايز تتعلم لغه انجليزيه؟ غير سلوكك، بطل تحط التاتش بتاعك اللي مالكش فيه. اتكلم مع طالب واقول له الجمله دي غلط عشان مفيش فول ستوب في الاخر، يقول لي يا مستر عينيا جت على النقطه. حبيبي الجمله دي مكتوبه غلط لان اول حرف فيها لازم يكون كابيتال. يعني ايه فرقت؟ ما هو نفس الحرف يا مستر، هي تي هي تي. تعالى بقى اقول لك بتفرق في ايه، وبقول لك تاني بطل تحط التاتش بتاعك ما دام انت بتتعلم، لان مفيش حاجه في اللغه الانجليزيه سواء فول ستوب، كويشن مارك، اكسكلاميشن مارك، كما ايا كان من علامات الترقيم او حتى الحروف الكابيتال والسمول ملهاش معنى. كل واحده فيهم ليها استخدام وضروري يتحط صح. دلوقتي بقى هعلمك، هل يا ترى حرف الكابيتال لما يتحول سمول بيفرق ولا ما بيفرقش؟ تعالى معايا. شايف الكلمه دي تركي، لما تي تكون كابيتال يبقى دي دوله تركيا، لما تي تتحول سمول تبقى دي كرو. عارفين ان كلمه ليدي بالكابيتال ال معناها مريم السيده العذراء، اما لما ال ترجع سمول يبقى اي سيده او اي امراه. في ناس كده تيجي تتعامل معاهم تلاقيه عامل زي الزيبق بيفلت من ايدك وملوش ملك. اهي كلمه زيبق دي ميركوري ام سمول. تخيل بقى لو حولت الام دي الكابيتال اتحولت لكوكب عطارد. شهر 3 كلنا عارفينه وبنجيب فيه هديه لوالدتنا، مارش. شايف الام كابيتال ازاي؟ حولها سمول تبقى مسيره. خدت بالك بقى في فروق المعنى لمجرد ان الحرف اتحول من كابيتال لسمول؟ ركز معانا كويس لان كل الحاجات الصغيره دي اللي هتفرق معاك هتتعلمها معانا في كرييتيف كورس. مستني ايه؟ الحق احجز مكانك معانا. كرييتيف كورسز، فروعنا في كل مكان حواليك.